كنت بلعب مع حفيدي وبقول له: انت حبيب قلب تيتا وروحها كمان. معلش يا روحي، هسيبك النهارده وهروح على بيتي. خلاص بقى، انا كده بقيت تقيل عليكم قوي، وهجيلك مرة تانية يا ابو ضحكة حلوة انت يا روح قلب تيتا. كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، بس للاسف بقى انا كده بقيت تقيلة قوي. بس هجيلك مرة تانية ونلعب سوا انا وانت. يا ريت بس ابوك وامك يجيبوك لحد عندي، وانا هقعد بيك طول اليوم. وفي الوقت ده كنت عايزة اشرب مية، ورحت ناحية المطبخ. بس وانا رايحة هناك سمعت مرات ابني وهي بتكلم ابني وبتقوله: مش كفاية كده بقى؟ امك هتروح امتى؟ اظن كفاية، دي بقالها 3 ايام بايتة عندنا. الواحد مش عارف ياخد راحته، الجو حر قوي وانا عايزة اقعد براحتي، مش عايزة اقعد بقى متقيدة كده. رد وقال لها: ما تقعدي براحتك، هي ماما غريبة؟ ما عادي يا بنتي، كأنها امك بالظبط. وبعدين ماما عمرها ما ضايقتك بحاجة، دي طول النهار شايلة الولد، وكمان بتخدمك في البيت وبتساعد معاكي في كل حاجة. أظن يعني قعدتها كويسة، لا بتنكد عليكي ولا بتضايقك. ساعتها قالت له: بقول لك ايه، انا مش عايزة شعارات كتير، كفاية انها مش راضية تديني الحلقة بالدهب بتاعها، ده بصراحة عجبني قوي. رد وقال لها: طول عمرك بتاعت مصلحتك. اخ منك انت ايه يا شيخ؟ اتقي الله. ما رضيتش اسمع كلام اكتر من كده، انا اصلا ما كنتش قصدي اسمع اي حاجة. وفي الوقت ده دخلت الأوضة تاني عند الولد بعد ما شربت وخلصت، ولقيت ابني دخل عليا الأوضة، ولقيته بيقول لي: ماما حبيبتي، عايزة مني حاجة قبل ما امشي؟ انا رايح الشغل بتاعي، كمان اتأخرت. قلت له: لا يا حبيبي، عايزة سلامتك، انا كمان مروحة النهاردة يا حبيبي. اعمل حسابك ان انت لما تخلص شغلك هتيجي تاخدني تروحني على البيت. قال لي: حاضر يا ماما. الله يكون في عونك وانت قاعدة مع البومة اللي جوه دي. قلت له: حرام عليك، ولاء بنت حلال وطيبة ومؤدبة، وما ينفعش تقول عليها كده. قال لي: بس نكدية وبوزها شبرين، وانا بصراحة كده ماما ما بقتش بحبها، ما بقتش طايقها. إيه، شفت ستات احلى منها بكتير. في موضوع كمان كده عايزة اكلمك فيه، بس مش دلوقتي لان الحيطان ليها ودان. بقولك ايه، انا رايح على شغلي دلوقتي ومش هتأخر عليكي وانا راجع من الشغل، علشان كمان عايزك لوحدنا. ومشي ابني وراح شغله بعد ما دعيت له كتير. وبعد 5 دقايق وانا بلعب مع الولد فجأة سمعت صوت هبدة، وبعدين صريخ جامد قوي. ما كنتش عارفة الصريخ جاي منين، بس لقيت مرات ابني هي اللي كانت بتنادي. ولما دخلت على الحمام لقيتها وقعت واتزحلقت. وقتها قلت لها: ايه يا بنتي اللي حصل ده؟ وقعت ازاي؟ قالت لي: زي ما انت شايفة كده، اتزحلقت في المية والصابون. انا حاسة ان رجلي هتنفجر، رجلي بتوجعني قوي، مش قادرة استحمل، الحقيني ارجوكي. وقلت لها: طب اعمل ايه؟ انا بجد مش عارفة اتصرف، معلش، اصبري طب عليا، انا هنزل عند الجيران اللي تحت، ولا اقولك هتصل بابني الاول. وفعلا اتصلت بابني، بس لقيته بيقول لي: ايوه يا ماما، انا في اتوبيس الشغل. ازاي ده حصل؟ ايوه، وقعت ازاي؟ قلت له: اتزحلقت في الحمام، باين عليها كده يا ابني مكسوره، لانها مش قادره تتحرك، ده مش قادره تتحرك من ظهرها ورجليها، ربنا يستر. رد وقال لي: اطلبي لها الاسعاف، او حتى نادي الناس اللي تحت، دول كويسين وهيقفوا معاكي. قلت له: حاضر يا حبيبي، طالما انت قلت كده ماشي. قال لي: ماشي يا ماما، انا بس لمجرد ان انا اروح الشغل وامضي هناك، وبعدين هاجيلكوا على طول على اي مكان انتوا فيه، بس لازم اثبت اليوم بدل ما يتخصم لي خصم كبير. وقفل ابن السكه. ساعتها قلت لها: دلوقتي ممدوح جايلك، قال ان هو هيسيب الاتوبيس هينزل منه يعني ويجيلك على طول، بس انا هنزل للجيران اللي تحت علشان يساعدونا اسرع يعني، بدل لا قدر الله ما يجرالك حاجه. قالت لي: بعد الشر. ايوه ان شاء الله هقوم وابقى كويسه. ساعتها ما ردتش عليها، ونزلت فعلا عند الناس اللي تحت. هي كانت ست كبيره ومعاها ابنها شاب. ساعتها قلت له: معلش يا ابني، انا اسفه، معلش اني بخبط عليكم كده وبطلب منكم المساعده، بس مرات ابني وقعت فوق، وقعت في الحمام وتقريبا كده اتكسرت. معلش يا ابني، هات عربيه وهننزلها انا وانت لحد تحت، ونوديها مثلا مستشفى نتجبسها ولا حاجه. ساعتها قال لي: ولاء، حصل امتى الكلام ده؟ وازاي ما طيب انا جاي دلوقتي معاكي. وطلع الولد وكان مرتبك جدا ومش عارف نفسه بيقول ايه، ده حتى كان بيلخبط في الكلام. بس انا اصلا كان كل همي
ان مرات ابني ينزلها ونلحقها ونوديها على المستشفى. وفي الوقت ده مسكت الولد وهو سند مرات ابني لحد لما نزل تحت في العربية، وانا طبعا كنت معاها والراجل ده كان معانا، وامه عشان ست كبيرة ما قدرتش تيجي. المهم ان احنا رحنا على المستشفى، وهناك عرفنا ان فقرات الظهر اتأثرت بالخبطة لانها كانت جامدة قوي، والرجل حصل فيها كسر وعشان كده اتجبست. والدكتور قال انها هتقعد كتير قوي، لازم تكون نايمة في السرير وما تتحركش، قال على الاقل 3 اسابيع. وطبعا دي مدة طويلة قوي، وساعتها كانت عمالة بتعيط ومش قابلة انها تقعد على السرير اكتر من كده. ساعتها قلت لها معلش يا بنتي، ده قدر، وقدر الله ما شاء فعل. كان ممكن يحصل حاجة اكبر من كده، لازم نحمد ربنا على كل حاجة. لقيتها بتقولي حاضر، هحمد ربنا، الحمد لله يا رب. وسكتت ساعتها. انا كنت مقدرة ظروفها لانها كانت تعبانة، واكيد طبعا اي حد في موقفها هيكون مش قادر يتكلم اصلا. المشكلة ان الشاب ده انا قلت له شكرا، بس هو قال لي لا، انا مش همشي دلوقتي، لما يجي جوزها واطمن عليها، ولو انتوا عايزين حاجة يعني انا اقولها لكم كده، ما ينفعش اسيبكم لوحدكم. قلت له ما تقلقش علينا، انا لسه هطلب ابني التاني، ودلوقتي ولادي كلهم جايين وهيبقوا معانا، انا يا ابني مش عايزه اعطلك. قال لي لا، ما فيش عطل ولا حاجه، انا واقف معاكم. ساعتها قلت له ماشي ماشي يا حبيبي. كل ده وانا كنت شايله الولد، وبصراحه كده كنت خايفه عليه. اخدته بره ورضعته، وبدات اغني له والعب معاه زي ما هو متعود معايا على طول. اصله يا حبيبي ما كانش ليه اي ذنب. وانا بلاعب الولد جت مكالمه على تليفون مرات ابني. وقتها بصيت للتليفون شويه ولقيته رقم غريب. انا كنت خايفه ارد، وبعدين قلت حرام، يمكن نايمه بلاش اقلقها، رغم ان الراجل كان عندها جوه. المهم ان انا ما حطيتش في دماغي اي حاجه، ورديت على المكالمه. وهنا كانت صدمتي لما سمعت واحد بيقول ايوه يا حبيبي، انتي عامله ايه، وحشتيني قوي. ساعتها قلت له ايوه يا ابني، على اساس ان هو ممدوح ابني، وعلى اساس ان هو جاي يعني من الشغل، وممكن يكون اتكلم من رقم تاني، رقم واحد من صحابه يعني. بس لقيته بيقول لي ابنك مين؟ ايه يا بنتي في ايه، هو انت بتتكلمي كده ليه؟ وبعدين صوتك متغير، انا متاكد ان محدش بيمسك تليفونك، ولا انت بتعملي لعبه عليا؟ وبعدين قفل السكه. انا كل ده كنت متنحه، وبصراحه كده مش عارفه اتكلم، ومش عارفه ارد ولا اقول اي حاجه. قلبي كان وجعني ساعتها، وفي نفس الوقت دماغي اتلخبطت تماما. وقبل ما اتحرك او اعمل اي حاجه او حتى اكمل تفكير، جت مكالمه تانية على نفس التليفون، تليفون مرات ابني، وكان اخوها. ساعتها رديت عليه وقلت له ايوه يا حبيبي، ازيك يا حسام، عامل ايه؟ رد وقال لي مين معايا؟ ايه يا ولاء، ولا ده رقم مختلف؟ مش ده رقم ولاء؟ قلت له ايوه يا حبيبي، رقم ولاء اختك، وانا حماتها، معلش، هي بس وقعت في الحمام ورجلها اتكسرت وفقرات الظهر بتاعتها اتأثرت، احنا بيها في المستشفى دلوقتي. انا كنت لسه هتصل بيكم، بس هي قالت لي استني شويه، علشان يعني ما كانتش عايزه تقلقكم، فانا يا حبيبي ما عرفتش اتصل بيكم. قال لي ماشي يا طنط، انا جايه لكم حاضر، هجيب ماما وجاي. ساعتها قفل السكه، وانا كنت عايزه ادخل اقول لولاء ان مامتها واخوها جايين في السكه، وفتحت الباب مره واحده ودخلت. وساعتها شفت صدمه، ايوه صدمه بالنسبه لي، وكانه يوم الصدمات اللي انا ما كنتش عامله حسابها، ولا بصراحه كنت عايزه اشوفها في يوم من الايام. وساعتها لقيت الشاب ده كان مقرب عليها قوي، وكانت هي زي ما كنت بتعيط، وهو كان بيطبطب عليها وبيمسح على شعرها. وقتها انا ما تقبلتش الموقف ولا المنظر ده، وساعتها قلت له بقول لك ايه يا ابني، كتر خيرك لحد هنا، يلا بقى روح على بيتك، متشكرين منك، وان شاء الله نردها لك في الافراح. ساعتها قال ماشي حاضر، انا ماشي، بعد اذنك يا استاذه ولاء، ومشي على طول. ساعتها قلت لها ايه يا بنتي مالك، هو كان بيعمل ايه الولد ده؟ لقيتها بتقول لي في ايه يعني، كان بيعمل ايه؟ هو انا ناقصه كلام، ولا انا ناقصه ان انت تيجي عليا؟ واحده تعبانه ومكسوره عايزه مني ايه؟ وبعدين هو انت عمرك شفتي مني حاجه وحشه؟ قلت لها بصراحه لا، انا عمري ما شفت منك حاجه وحشه، وعلشان كده استغربت المنظر، وما احبش ان انا اشوفك في حاجه زي كده ابدا. قالت لي طيب
طلعي بقى الولد وشوفيه عايز يرضع ولا لأ. ولقيتها بتغير الموضوع. أنا حتى نسيت أقول لها إن أخوها وأمها جايين، وطلعت تاني من الأوضة. قعدت بره. بصراحة كده ما كنتش قابلة الموقف كله، وكنت متضايقة، وكنت عايزة أروح بأي طريقة. أنا بس اللي كان صعبان عليا العيل الصغير، كان هيعمل إيه بس؟ فعشان كده قلت لما تيجي أمها وكمان أخوها هسيب لهم الولد وأمشي أنا بقى أروح على بيتي، لأني بصراحة كده مش هقدر أتحمل ذنب إن أنا مثلا أفكر تفكير كده ولا كده، ولا كمان هقدر أتحمل حاجة أنا مش عايزة أشوفها على ابني ولا على أي حد. وفي الوقت ده ابني ممدوح جه، وقلت له الحمد لله على السلامة يا حبيبي، ما تقلقش هي كويسة جوه. قال لي عادي بقى، كويسة ولا مش كويسة، أهي فقر وخلاص. قلت له ليه يا ابني بتتكلم عليها كده؟ مش المفروض إنها مراتك وحبيبتك؟ ده انتوا متجوزين عن حب، مش واخدها غصب عنك يعني. رد وقال لي لأ، الحب ده كان زمان في أول الجواز، لكن هي بقى دمها تقيل وطلباتها زادت، وبعدين كده بحس إن أنا مش عاجبها، وكل حاجة بتتريق عليها معايا. كل حاجة يا ماما مش عاجباها، وأنا مبقتش عارف هي عايزة إيه. وبصراحة كده أنا معجب بواحدة تانية، وده الموضوع اللي كنت عايزة أقولك عليه. كنت عايزة هتجوز واحدة تانية على سنة الله ورسوله، لأني مش عايزة أعمل حاجة غلط. ساعتها قلت له قلتم على وشي ولا أعمل فيك إيه؟ عايزني دلوقتي أفضحك قدام الناس؟ تتجوز إزاي؟ وإزاي عايز تخرب بيتك؟ مراتك وابنك عايز تعمل معهم إيه؟ رد وقال لي عادي، هخليها على ذمتي. قلت له لأ، ما ينفعش، دي بنت الناس، ما ينفعش اللي مرضوش على بنتي أرضى عليها هي، ما ينفعش تتجوز عليها ممدوح. قال لي امال انت عايزاني اعمل ايه؟ اعيش معاها وهي دمها تقيل وانا ما بحبهاش؟ بقول لك يا ماما مش مريحاني، وبصراحه كده كل لما اطلب منها حاجه ما بتعملهاش. قلت له معلش يا حبيبي، فهمها واحده واحده، وبعدين دي مراتك، ما تتكسفش منها، قول لها كل اللي نفسك فيه، المهم ما تخونهاش ولا كمان تكسر ظهرها وتتجوز عليها. ساعتها قال لي بقول لك ايه، ده موضوعي بقى، اديني فتحتك فيه وانت حره، علشان يكون عندك علم، بس انا هنفذ اللي في دماغي. وساعتها لقيته دخل عندها، ولقيته بيتكلم عادي معاها وكويس جدا كمان. ما بقتش عارفة وانا في دوامة ولا انا بقى اللي مش حاسة بالدنيا ولا ايه. انا ما بقتش فاهمة. ولما طلع من عندها تاني قلت له خد يا ممدوح، خد ابنك يا حبيبي، وقف بقى مع مراتك وربنا معاكم، وانا هبقى اتصل اطمن عليها. انا هروح على بيتي، وهدومي اللي عندكم مش مشكلة، هبقى اخدها وقت تاني. قال لي انت بتقولي ايه يا ماما؟ ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده. قلت له يعني ايه؟ مش فاهمة، هو انا قلت ايه غلط؟ قال لي الغلط ان انت تسيبيها في الحالة دي يا ماما وتمشي، ما انت كنت بايتة عندنا، يعني انت عايزة لما هي تحتاجك مثلا ما تلاقيكيش؟ قلت له طب ما تيجي مامتها تساعدها، وبعدين ده انا متصلة بيهم من بدري، كلمت اخوها وقال ان هو جاي هو ومامتها ومحدش فيهم جه، انت عايزني انا اللي اشيل الليلة ولا اقولك؟ كله بثوابه. حاضر، انا هستنى معاكم. وساعتها استنيت، ولا مامتها جت ولا اخوها جه، شكلهم كده او اللي انا كنت عارفاه ان هم اصلا ما بيحبوهاش. المهم استنيت معاهم لتاني يوم، وروحنا البيت عند ابني، وبدأت انا اخد بالي من الولد واخد بالي من كل حاجة. انا كمان اللي كنت بعمل الاكل، وانا اللي بنظف البيت، كنت بعمل كل حاجة، لانها طبعا ما كانتش قادرة تتحرك، خصوصا بسبب ظهرها، الفقرات بتاعت ظهرها كانت منعاها انها تتحرك، وانا كنت عارفة انها بتتألم. وفي مرة كنت بدخلها الاكل لقيتها بتعيط. ساعتها صعبت عليا، وقلت لها مالك يا ولاء، بتعيطي كده ليه؟ قالت لي تعبانه، تعبانه قوي، والمسكن مش عامل معايا اي حاجه. وبعدين بصراحه كده انا متضايقه قوي من ماما، لا هي ولا اخويا جم يشوفوني ولا يطمنوا عليا، دول حتى ما كلفوش نفسهم وكلموني في التليفون. قلت لها معلش ولا تزعلي، ما انا معاكي اهو زي مامتك بالظبط، وبعدين مامتك برضو تعبانه وصحتها على قدها، يمكن ما قدرتش تيجي. قالت لي والتليفون ما كلمتنيش ليه؟ هي اصلا ماما طول عمرها كده، عمرها ما حبتني وعمرها ما عملتني كويس. حتى اخويا ممكن يخدم الناس كلها، ولا انه يخدم اخته ولا يقف معاها. وفضلت تعيط قدامي. بصراحة قلبي وجعني عليها، وعلشان ارضيها وافرحها قلعت الحلق بتاعي وقلت لها خدي الحلق ده هدية مني ليكي علشان يفرحك،
هي ما كانتش تعرف ان انا سمعتها، هي وابني وهي بتتكلم على الحلق وان نفسها فيه. ساعتها فرحت قوي قوي كمان، واتبسطت ان انا اديتهم لها، وفضلت تدعي لي وقالت لي ربنا يخليكي ليا، انتي من النهارده غلاوتك كمان زادت عندي. وفضلنا نحب في بعض كتير. المهم لقيتها بتقول لي انا بصراحه كده عايزه اطلب منك طلب. لقيتها بتقول لي انا في واحده بصراحه كده شاريه منها بالقسط من ورا ممدوح، وكاتبه على نفسي وصله امانه. انا معايا الفلوس وعايزه تدفع، بس للاسف ما لحقتش ادفعها. المشكله لو انا ما دفعتش الفلوس دي، الست دي هترفع عليا قضيه بوصل الامانه ده. فانا بصراحه عايزاكي توصلي لها الفلوس دي وتيجي على طول، بس هو ده اللي طالباه منك. قلت لها حاضر، وادتني العنوان. قلت لها هودي الفلوس واجيلك على طول، وفعلا نزلت. العنوان ده كان يعني الطريق ياخد ربع ساعة. المهم ان انا نسيت حاجة مهمة جدا، نسيت اخد رقم تليفون الست اللي انا اصلا هقابلها. فالمشكلة ان انا بعد ما مشيت شارع كامل رجعت تاني، واضطريت ان انا اطلع تاني البيت. بس لما طلعت لقيت الباب موارب، ولما دخلت علشان اكلمها لقيت الباب موارب. ولما دخلت عشان اكلمها ساعتها شفت صدمة عمري ما كنت اتوقعها. وده لما لقيت نفس الشاب عندها، الشاب اللي هو جارها، ولحقته وهو بيقول لها ان هو مش هيسيبها وانه بيحبها ومش هيتخلى عنها ابدا. ساعتها قلت لها انت بتعملي ايه؟ مش تتقي ربنا في جوزك وفي ابنك؟ ازاي قادره تخونيه؟ ازاي بالمنظر ده وما تتقيش ربنا؟ ازاي قادره تخوني جوزك في الوقت ده؟ الندل اللي كان واقف طلع يجري قبل ما اشتمه او حتى اعمل اي حاجه. ولقيتني عماله بزعق فيها وبقول لها تروحي فين من ربنا، انا مش قادره اسامحك بصراحه. واخدت منها الحلق بتاعي لان الحلق كان جنبها وكانت لسه ما لبستوش، وقلت لها انا بس نفسي اعرف سبب ايه اللي يخليكي تحبي واحد صايع زي ده وتبيعي جوزك وبيتك. ساعتها كانت عماله بتعيط، بس فجاه وقبل ما اكمل كلامي لقيت حاجه بتتهبد على راسي ووقعت، ما حسيتش بالدنيا. تقريبا كده غبت شويه عن الوعي، ولما فقت لقيت الاوضه فاضيه. ايوه، لقيت مرات ابني مش موجوده على السرير. وطبعا استغربت ازاي قدرت تهرب او تمشي من المكان بحالتها دي. ازاي حتى لو كان هو ساعدها نزلوا ازاي بس من المكان؟ وقتها كنت ببص في الشقه لاني كنت خايفه ان هما يكونوا موجودين، بس لفت نظري صوت نوح اللي كان بيعيط في الاوضه. دخلت بسرعه عليه واخدت في حضني وقلت له يا عيني عليك يا ابني، انا لحد دلوقتي مش مستوعبه ازاي امك تعمل كده. ازاي بس؟ انا مش فاهمه. دي حتى باعتك وباعت الدنيا مشيت مع واحد ملوش لازمه. انا مستغربه يا ابني، اللي معاه قمر زيك ازاي بس يفرط فيه؟ والمشكله في ابني، مش عارفه لما يجي هيعمل ايه. كنت حاسه ان انا قللت الحيله في الوقت ده، ما فيش حاجه في ايدي اعملها. كنت عماله بعيط وبس. بصراحه كنت خايفه على ابني. ولما جه من الشغل بتاعه لقاني قاعده على الكنبه، قال لي مالك يا ماما قاعده كده ليه؟ مش عوايدك يعني؟ انتي المفروض بتقعدي انتي ونوح جوه. قلت له معلش يا حبيبي، النهارده يوم مختلف، اقعد عشان عايزاك. قال لي خير يا ماما، في حاجه ولا ايه؟ قلت له ايوه بصراحه في حاجه، مراتك سابت البيت ومشيت. قال لي مراتي ازاي بس يا ماما؟ هي قادره تقف على رجلها؟ قلت له اللي شبه دي ما بيهمهاش. ايوه هربت مع ابن جارة كل تحت. قال لي ماما بطلي بقى، ودخل الاوضه وفعلا ما لقاهاش. قلت له هو انت فاكر ان انا ممكن اهزر معاك في حاجه زي كده؟ رد وقال لي ما هو انت لو ما بتهزريش انا هتجنن. هي معقول تعمل كده؟ طب ازاي؟ ولا بتحبني ولا يمكن تخوني حتى. قلت له ليه؟ ما انت كمان خنتها. قال لي ماما انت بتقولي ايه؟ قلت له بقول حق ربنا، انت كمان خنتها، وعشان كده بطلت اكيد تهتم بيها، وهي كمان راحت تدور على الاهتمام بره. وده طبعا مش مبرر للخيانه، بس انت كمان اهملت وغلطت وكمان بعدت عنها وخنتها وحبيت غيرها. هو انت كنت مستني منها ايه؟ انا بكرهها قوي دلوقتي ويمكن مش عايزه اشوفها ابدا في حياتي، بس انا بقول ان انت كمان برضو غلطت لما سبتها لدماغها وافكارها، سبتها تغلط، وده بقى غلطك انت.
ساعتها صرخ في وشي وقال اطلعي بره يا امي، اطلعي بره، اطلعي بره ارجوكي. طلعت بره، وهو ساعتها كان ماسك التليفون بتاعها اللي كانت سايباه على السرير. بصيت عليه من فتحة الباب، لقيته عمال بيصرخ وبيعيط زي العيل الصغير، وهو عمال بيقرأ الحاجات اللي كانت في تليفونها. قلبي كان وجعني عليه قوي، وكنت حاسة بنار الخيانة اللي بتاكل فيه. كنت حاسة ان قلبي موجوع، وكان صعبان عليا قوي. بس ساعتها حمدت ربنا انها مشيت من بيته، وكان الطبيعي ان هو يتألم بالطريقة دي. قعدت كام ساعة مع الولد في الأوضة، ولما نام وهدي ساعتها خبطت على ابني وقلت له حبيبي افتح يا ممدوح، او انا حبيبي هدخل، بس ما تتعصبش عليا، اهدى كده وصلي على النبي، خلاص اللي حصل حصل، مفيش حاجة تستاهل. قال لي طب تعالي، تعالي يا امي. دخلت وقلت له بصي يا حبيبي، انا عايزاك تنسى كل اللي حصل وتبدأ حياتك من اول وجديد. مش انت كان عندك عروسة؟ وريها لي واتجوزها وعيش حياتك وانسى، انسى اي خيانة حصلت لك. عادي، كلنا بنتكسر وبنتوجع. قال لي ليه؟ هو انت ابويا خانك؟ قلت له مين قالك ان هو ما خانيش؟ بس المشكلة بقى ان مش كل الستات بتكون صابرة ومؤدبة ومحترمة وما بتعملش زي الراجل. في ستات تافهة وضعيفة، وممكن تلاقيها عملت زيه بالظبط وخانته زي ما خانها، او حتى هي كمان تدور على الاهتمام بره، ودي تبقى غبية لما تضيع بيتها وحياتها وتضيع نفسها واحترام نفسها. ساعتها قال لي طيب يا ماما خلاص، انا دلوقتي ههدى وهبقى كويس، سيبيني بس كام يوم كده لحد لما اروق. قلت له ماشي يا حبيبي. تعرف الحاجة الوحيدة العدلة اللي عملتها مراتك انها سابت لي نوح، ده بقى اللي هينور حياتي، ده اللي هعيش عشانه. انا بصراحة فرحانة قوي، فرحانة قوي انها سابتهولي. وعدت الايام ونوح بقى هو كل حياتي تقريبا كده، انا عايشة عشانه. اصل ممدوح خلاص نفسيته بقت كويسة، وكمان رحت خطبت له البنت اللي زميلته اللي كان بيحبها، ودلوقتي قربوا يتجوزوا. وانا طبعا خدت حفيدي معايا بيتي علشان اخد بالي منه. وفي يوم لقيت الباب بيخبط، وساعتها كان ابن ابراهيم كان لسه جاي من السفر. ساعتها قلت له الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. قال الله يسلمك يا امي، وحشتيني قوي. انا مبسوط جدا ان انا شفتك دلوقتي، اصل انا كمان مرضتش اقولك عشان اعمل لك مفاجأة. قلت له احلى مفاجأة في الدنيا، انت كمان وحشتني قوي يا ابراهيم. عملت ايه حبيبي في الشغل اللي كنت رايح عشانه؟ قالي كله تمام، كل حاجة كويسة، عملت كل الدراسات اللي انا قلتلك عليها، بس انا في موضوع كده عايزة اقولك عليه، بس مش دلوقتي لاني تعبان من السفر وعايزة ارتاح. احنا عندنا ضيف النهاردة ومنور اهو. قلت له اه، هو قاعد معايا. قال لي ليه، هما معزومين عندنا النهاردة؟ قلت له هفهمك بعدين، ادخل انت بس يا ابراهيم دلوقتي، خد دش وارتاح وبعدين نتكلم. ساعتها فعلا دخل ابراهيم، وما كنتش عارفة انا هحكي له الموضوع ازاي، واقول له ايه اللي حصل بالظبط، ولا ما اقولوش، ولا اخبي عليه. بس قلت اسمع منه الاول واعرف هو عايز ايه، لانه اكيد عايز مني حاجة. دخلت المطبخ وعملت الاكل، كل ده وانا بغني لحبيبي حفيدي الصغير اللي كان مسليني على الاخر، عمالة بغني له وبعمل الحاجة، وكمان رضعته واهتميت بيه لحد لما ابني ارتاح وغير هدومه وبقى كويس، وكمان اتغدينا سوا. وبعدها لقيته بيقول لي ها، هنتكلم ولا ايه؟ قلت له ده انت مستعجل بقى، مش عايز تستنى لبكره؟ ده انت اكيد ما نمتش كويس يا حبيبي طول السفر، انا عارفاك ما بتحبش تنام بره. قال لي لا عادي يا ماما، انا بس مستغرب، هو الولد ليه قاعد لوحده؟ فين مامته وفين ممدوح؟ قلت له انت ليه مستعجل يا ابراهيم؟ قول لي بس انت عايز ايه الاول. قال لي حاضر يا ماما. ساعتها جالي التليفون وطلع يتكلم في البلكونه، وانا وقتها دخلت الاوضه لاني بصراحه كنت بهرب منه. طالما مش عايز يقول الموضوع بتاعه، انا مش هعرف احكي له الموضوع بتاع اخوه. وساعتها طنشته، لقيته عمال بيخبط حتى على الباب. اخدت الولد في حضني ونمت، عملت نفسي نايمه. وتاني يوم لقيته قاعد بره وكان زعلان قوي، ولقيته بيقول لي في ايه يا ماما؟ هو انا كنت مش قلتلك عايزك في موضوع؟ دخلت نمت ليه؟ قلت له معلش يا حبيبي، كنت مهلوكه طول اليوم وعشان كده تعبت ونمت، ما تاخدش عليا بقى يا حبيبي، قولي بس انت عايز ايه؟
وانا تحت امرك. رد وقال لي بصراحة كده يا ماما، انا عايز قيراطين من الارض بتاعتك. قلت له ليه كده يا ابراهيم؟ قال لي لان بصراحة كده يا ماما الموضوع كبر مني قوي، والفلوس بتاعت المشروع زادت، المصاريف يعني. وما تقلقيش، كل الكلام ده انا هكتب بيه ورق علشان حق اخواتي. قلت له بس انا مش هينفع اعمل حاجة من غير لما استأذنهم كلهم. لما يوافقوا انا هعمل لك كل اللي انت عايزه. ساعتها قال لي ليه كده يا ماما؟ ليه عايزة تصغريني قدام اخواتي؟ مش كل حاجة تقولي لهم، مش كل حاجة تستأذنيهم. قلت له ما ينفعش اتصرف من غيرهم، ده حقهم ولازم هما اللي يوافقوا. قال لي لا مش لازم، انت مش لازم كمان تقفي قدامي، خليني انفذ المشروع بتاعي يا ماما، وما تضايقنيش لو سمحتي. قلت له ليه؟ وممدوح ملوش حق زيه وزيك؟ قال لي ممدوح ده بالذات تحطيه على جنب، ممدوح اتجوز وعمل بيت وخلف كمان. انا بقى عندي دلوقتي 42 سنة، ولا عارف اتجوز ولا عارف اخلف، وحتى المشروع اللي كنت عامل عليه كل املي انت جايه دلوقتي بتذليني لاخواتي علشان اعمله. اختي متجوزه واحد عنده شركه كبيره وحياتها ماشيه وزي الفل، واخويا كمان حياته مستقره وشغال في شركه وكمان منصبه كويس قوي فيها، واكيد مش محتاج اللي انا محتاجه. قلت له اخوك؟ انت تعرف حاجه عن اخوك؟ هو انت من امتى كنت بتحقد على اخوك كده؟ ازاي تعمل كده؟ ازاي مش عايزه يبقى كويس زيه وزيك؟ انت تعرف هو فيه ايه؟ اخوك مراته خانته وسابته وطفشت، وسابت ابنه شبه اليتيم، وانا اللي بربيه. ساعتها اتصدم من اللي سمعه. قلت له شفت بقى؟ تعرف تبقى مكانه؟ تعرف تتحمل اللي هو اتحمله؟ تعرف تقبل على نفسك اللي حصل له؟ ساعتها لقيته بيقول لي حصل ده ازاي؟ وازاي قدرت تعمل كده؟ قلت له زي ما انت قدرت تقف قدامي دلوقتي وتتكلم على اخوك، ازاي ما تحبلوش الخير وتحب لاختك كمان؟ اخواتك غلبة قوي وشافوا ياما وقاسوا ياما، وانت دلوقتي مستخسر عليهم عيشتهم. بص لنفسك واتجوز، محدش منعك، محدش منعك انك تعمل حياتك، بس اوعى تيجي على حد وتبقى اناني. ما تبقاش غبي مش عارف تفكر. مفيش حد هيبقى لك غير اخواتك اللي من لحمك ومن دمك. اي حد هتعرفه بعد كده غريب وهيدخل زي ما هيطلع، لكن اللي من دمك ولحمك هو اللي يستاهل ان انت حتى لو وحش تغفر له وتشوفه كويس. انما انت قلبك اسود قوي، قلبك اسود قوي يا ابراهيم. وسبت ودخلت الاوضه. ساعتها كنت حزينه، فضل ينادي عليا، مرضتش ارد عليه وقلت ان انا مش هكلمه. في الوقت ده مشي هو كمان. كنت متضايقه جدا ان انا بعمل معاه كده، بس كان لازم يتعلم الادب. المهم ان هو خرج من البيت وانا كنت عارفه كده، بس بعد ساعه لقيت الباب بيخبط، وبيخبط جامد كمان. قلت اكيد هو اللي بيعمل دوشه علشان اطلع ويتلكك ويكلمني. فتحت في الوقت ده ولقيته ممدوح وكان فرحان قوي. قلت له مالك يا حبيبي؟ خير؟ في اخبار حلوه ولا ايه؟ قال لي اه. مالك يا ماما وشك اصفر كده ليه؟ قلت له قولي بس عندك ايه؟ قال لي خلاص اتفقت على ميعاد الجواز الشهر الجاي ان شاء الله. انا هتجوز على نفس الحاجه، مش هنجيب حاجات كتير جوه الشقه، وخلاص احنا اتفقنا على كل حاجه. قلت له الف مبروك يا حبيبي، ربنا يكمل لك على خير، وان شاء الله ربنا يسعدك ويعوضك عن اللي حصل لك. وبعد ما اتكلمنا كتير واتفقنا على كل حاجه، وكمان كلمته في موضوع اخوه، مشي وسابني. وبعدين لقيت الباب بيخبط ولقيت بنت اختي جت. قلت لها خير؟ في حاجه يا دعاء ولا ايه؟ مش عوايدك ان انت تجيلي، اوعي تكون امك فيها حاجه. قالت لي في ايه يا خالته؟ انا جايه ازورك بصراحه كده، جايه اشتكي لك من ماما لانها بتضايقني وبتزعلني كمان. قلت لها تعالي، ما اصل انا ناقصه، تعالي احكي لي، قولي لي عايزه ايه. قالت لي ماما يا خالته بتزهقني وعماله بتجيب لي عرسان وحشين قوي. ماما مشكلتها انها بتفكر في الفلوس طول الوقت، هي عايزه عريس غني وخلاص، حتى لو كان بيشتغل ايه، ده حتى لو بيشتغل في ممنوعات هي قابله بيه، المهم ان هو يكون غني وخلاص. بصي بصي يا خالته العريس اللي هي جايبهولي. وريتني ساعتها صورته وقلت لها يا نهار ابيض، ايه ده بذمتك ده منظر؟ وقالت لي شفتي بقى عشان تعرفي انا مستحمله ايه. ساعتها ابراهيم دخل واحنا بنتكلم، اتكسفت جدا وقالت لي خلاص بقى يا خالته
ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. لما يمشي ابراهيم. ولقيتها مكسوفه قوي، عماله تبص له، عماله تبص من تحت لتحت. ساعتها عملت نفسي مش اخده بالي، وقلت لها اتكلمي براحتك يا حبيبتي، ابراهيم ده زي اخوكي. ساعتها بصت لي وما كانش عاجبها، بس ما قدرتش برضه تتكلم. ساعتها ابراهيم كان عايز يصالحني، وكان عايز يقول اي حاجه، ولقيته بيقول لها ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ قالت له الحمد لله على السلامه. انت عامل ايه يا ابراهيم؟ من زمان قوي ما شفتكش. انا حتى كنت هنسى شكلك. رد وقال لها تنسي شكلي ازاي بس؟ انتي بعد كده مش هتنسي شكلي ابدا. انا هخطبك كمان وهتجوزك، وعشان كده عمرك ما تنسي شكلي. ساعتها قالت له انت بتقول ايه؟ انا وقتها ضحكت، وعرفت ان هو كان واقف على السلم وسمع كل حاجه، وسمعها وهي بتكلمني، وقال اضرب عصفورين بحجر. ابني وكنت فاهماه، عايز يراضيني، وفي نفس الوقت اخد باله من دعاء، بنت اختي المتربيه المؤدبه، اللي هو عارف عنها كل حاجه، وانها عمرها ما هتكون وحشه ولا هيكون فيها اي مشكله. ساعتها ضحكت، لقيته بيقول لي ها يا ست الحبايب، رضيتي عني ولا ايه؟ اديني اهو هراضيكي مرضيه، مفيش احسن من كده، هتجوز بنت اختك. ساعتها هي كانت مكسوفه قوي، وكانها ما صدقت، بان عليها كده كانت بتحبه ومحدش اخد باله، وكانها كانت جايه لقضاها، او بمعنى احسن انها كانت جايه لنصيبها. ولقيته بيقول لي خلاص يا ماما، اللي انت عايزاه اعمليه، لو مش عايزه حتى تديني الارض بلاش. قلت له لا يا حبيبي، انا كلمت اختك وكمان كلمت ممدوح، والاتنين موافقين، والحمد لله هيقفوا جنبك، لانهم بيحبوك وبيتمنوا لك الخير، وان شاء الله ربنا يفتحها عليك وهيكرمك احلى كرم. ساعتها بس ايدي وحضني وقال لي ان شاء الله طول ما انت معايا يا امي وسند وظهر ليا، انا هكون مبسوط وسعيد على طول. وعدت الايام، وابراهيم اتجوز دعاء، وكمان ممدوح اتجوز، وطبعا كان معايا نوح. ساعتها عدى سنتين، ممدوح كبر قدامي، وانا كنت فرحانه بيه. اي نعم انا كبرت في السن، بس انا كنت عارفه ان ابوه هياخده في يوم من الايام وهيربيه، لانه اكيد هيخلف غيره. لكن انا ما كنتش عايزه افرط فيه، واللي ما عملتش حسابه ان امه تظهر بعد سنتين، وجايه عايزه تشوفه. كلمتني كتير في التليفون، وكمان طلبت انها تقابلني. انا بصراحه ما كنتش عايزه اقابلها، بس هي بتقول انها نفسها تشوف ابنها، والمشكله كمان انها عايزه تربيه. هي خلاص اتجوزت جارها، وكمان استقرت معاه، وابني كمان اتجوز. وانا بصراحه مش عارفه اخد قرار، اخلي الولد معايا وبعدين مصيره يروح لابوه، ولا امه هي اللي تربيه. ارجوكوا ساعدوني برايكم وقولوا لي اعمل ايه. لو عجبتكم القصه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديده. ولو انت بتتابعنا على صفحه الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركه، وكمان متابعه صفحه الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.